قبل ما ابدا كلامي لازم اكد الاول ان احنا اصلا مش المفروض نلخبط في الدايت بتاعنا، عشان الوزن اللي احنا محتاجين نخسه مش صح ان نقعد نخسه في فتره اطول من المفروض كان ياخدها لمجرد ان احنا عمالين نلخبط. لكن لخبطنا، هنتصرف ازاي؟ تعريف اللخبطه ببساطه هو ان انا اتعدى السعرات الحراريه المسموحه لي في اليوم. ففرق السعرات دي اللي انا كنت المفروض هخس بيها، لا ممكن اثبت او كمان ازيد. واللخبطه دي ممكن تحصل بطريقتين: كمًا أو كيفًا. يعني إيه كمًا؟ يعني آكل أكل دايت بس آكل منه كتير، بدل ما آخد نُص رغيف هاخد رغيف أو رغيف ونُص. كيفًا بقى يعني ناكل أكل مش المفروض أصلًا ناكله في الدايت، يعني حلويات، سكريات، مشروبات غازية، junk food، أو طريقة الطهي نفسها تكون غلط، يعني بدل مشوي يبقى مقلي. أول وأهم حاجة تعملها أنت توقّف لخبطة حالًا في ساعتها، وبلاش بقى تقعد تقول إن أنا ما خلاص بقى الدايت باظ وأنا هاكمّل لخبطة ومش فارقة. لأ، الدايت ما باظش، لإن في فرق شاسع بين يكون حسابك 500 سعر حراري زيادة أو إن يكون 1000 و2000 واللخبطة تجيب لخبطة والأسبوع كله يضيع. تاني حاجة نعملها إن إحنا نرجع فورًا للدايت ونلتزم جدًا، عشان ساعتها هدفنا إن إحنا نخس نُص اللي هنخسه مثلًا، أو على الأقل نبقى ثابتين، وده في حد ذاته إنجاز. وتعالوا أقول لكم شوية أفكار نمسح بيها اللخبطة. ان احنا نشيل الرز والمكرونه والعيش من اكلنا بقيه اليوم. ان احنا نستغنى تماما عن السكر في المشروبات اللي بنشربها. ممكن كمان ان احنا نشيل العشاء خالص، او العشاء يكون طبق سلطه صغير. ويا ريت طبعا نزود الرياضه، لو بنلعب نص ساعه مثلا نلعب ساعه. والاحسن ان احنا نعمل صوم متقطع، يعني نصوم 16 ساعه متواصل ميه بس. تالت حاجة ما تفوتش ميعاد المتابعة مع دكتور الدايت، يعني وتقول ان انا كده كده ملخبط، اظبط الاول بعد كده اروح. والله من خبرتي مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ممكن اسبوع يجر اسبوع وتلاقي نفسك زايد 2 3 كيلو، وده لوحده مصدر احباط. التزم بالميعاد وروح حتى لو ملخبط، لان بجد يعني ما حدش بيذاكر لو ما عندوش امتحان، فدي من اكتر الحاجات اللي بتظبطنا وتخلي الدايت يستمر. ورابع واخر حاجة، ارجوكوا بلاش تعالجوا اللخبطه دي بقى بطريقه غلط. يعني ايه؟ يعني مثلا نعمل دايت كيميائي، او نروح نهلك نفسنا 3 4 ساعات في الجيم، او ان احنا ناخد ادويه غلط زي مثلا مدرات للبول عشان خاطر همنا الميزان. مع ان الاولى والاسهل والاصح ان احنا نكمل في الدايت عادي، علشان اللي بينجح هو اللي بيستمر. وربنا يقوينا جميعا.